عين ساهرة، عين ساهرة على القدس 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 القدس. بيشمر عن أذرعه أو بيشمر عن جرافاته أن هذه القدس هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومهد المسيح عليه السلام. لا، مش مفتوحة ولا على مصراعيها ولا أرض سايبة. أن الاعتداء على مقدساتنا المسيحية هو أيضا اعتداء على المسيحيين وعلى المسلمين. الراية الفلسطينية ويتشحون بالكوفية الفلسطينية وهم يقولون أننا فلسطينيون وسنبقى كذلك. أحبائي 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 أحبائي، استمعت إلى رسالتكم وفيها العز والإيمان، فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان. استمعت إلى رسالتكم وفيها العز والإيمان، فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان. ووعد صادق أنتم، وأنتم نصرنا الآتي، وأنتم من جبال الشمس عاتية على العاتي. ووعد صادق أنتم، وأنتم نصرنا الآتي، وأنتم من جبال الشمس عاتية على العاتي. أحبائي بكم يتحرر الأسرى، بكم تتحرر الأرض، بقبضتكم بغضبتكم. الجديد عندنا بفلسطين له مواقف رائعة جدا. من أولى سيادة المطران يا جبل ما يهد زكريا، لو شو ما سووا مواقفه بتضلها زي ما هي، بطولتها فلسطين وتحرير القدس الشريف. احنا اكيد مش جايين لتسمعوا مني، احنا كلياتنا جايين حابين نسمع من سيادة المطران، خاصة معركة والشكر موصول للأخ ثائر الغضبان الذي سيبقى ثائرا وسيبقى غضبانا حتى يعود إلى فلسطين وتحديدا إلى كويكات. ونحن بدورنا نقول لك يا أخونا ثائر بأن حق العودة هو حق مقدس لا يقل أهمية عن حقنا في أن تكون عندنا دولة وأن تكون القدس عاصمة لهذه الدولة. وبالتالي نحن في هذا اللقاء وفي هذا الاجتماع الأخوي نؤكد على أهمية حق العودة. يحق للأخ ثائر ولكل الفلسطينيين الذين نكبوا عام 48 أن يعودوا إلى وطنهم، ولا يوجد أي حل للقضية الفلسطينية بدون حق العودة. نحن قلنا في وقت